ده توم وحته بصلايه كده صغيره وفلفل احمر وملح. خلي التوم اللون الذهبي الحلو ده ما تحرقهوش عشان ما يعملكيش كده حرقان في صدرك لما تيجي تاكليه. هنا حطيت شويه ملح. نسيبها بقى لما تتسبك وتنشف كده شويه. هنزودها حبه ميه ومعلقه صلصه طماطم من اللي هي في البطرمان دي. ده سمك مكرونه. انا جبته ونضفته كده وغسلته ونقعته في ملح وخل، وبعدين شطفته شطفه كويسه، وبعدين انا قطعته شرايح كده عشان احنا مش بنحبوه يعني مكتول كده جزل كده، لا بحبه شرايح كده. اجي كده تبلنا السمك كله، هنجيبه كمان ليمونه كده وهنعصروها كده عليه. احنا هنعصره عليه ليمون تاني برضو بعد ما يتقلي زي السردينه كده. اما يخلص بصي كده في الاخر هوريه. ادي الطماطم اتسبكت اهي، وانا حاطط لها معلقه يعني صغيره كده صلصه طماطم اللي في البطرمان دي. هنزود بقى كده ايه كوبايه ميه تدي غلوتين علشان نحطها على البتنجان لما نقلوه كده ان شاء الله. نديها كمان غلوتين. دول شويه زيت حطيناهم في الحله دي، وادي دول كده بصلتين مخرطين، انا مش ببشره عشان ما يبقاش ناعم. دي كده بطاطس بصل مخرط بحطه هنا عشان طبعا ايه، وهنحمره عشان نعمله طبعا ايه احلى رز صياديه. خرطنا البتنجان كده، هنرش عليه شويه ملح كده ونسيبه يدبل كده ساعه او نص ساعه علشان نقلوه. دي سلطة بطاطس. انا بصراحة معلش يعني اشتغلت فيها وعملتها ونسيت اوريكم الطريقة بتاعتها. هي يعني بطاطستين كده مسلوقين كويس عليهم شوية ملح، وانا هرستها وحطيت عليها شوية ملح وخل وزيت وحزمة بقدونس وتوم. طبعا حتة التوم اللي انا كنت عاملاها للسمك اخدت منها ليها، بس كنت يعني من غير كمون هنا. وبس كده عملتها كده وطلعت سلطة بطاطس حلوة قوي برضو، بتبقى جنب السمك حلوة قوي. كده البصلة اتحمرت، هنحط عليها جزرية كده مبشورة ونديها برضو كده تقلبتين. هنحط المية بسم الله.
بصوا قالين البتنجان اهو. البتنجان ما يكونش يعني محروق قوي ولا تغمقيه قوي عشان ما يحميش كده على صدرك وانتي بتاكليه. لازم تطلعيه وردي كده وجميل علشان كمان بصي ما يبقاش فيه ولا نقطه زيت اهو. وتعملي طبقات طبقات، وكل طبقه كده تحط لها من عصير الطماطم اللي احنا عملناه. طلعنا كده طبقه اهي. هنحط عليها بقى الصلصه كده شويه. خلصنا الكميه بتاعتنا اهي. هما دول الحبه اللي انا عملتهم. هنركنوها بقى كده شويه على بال ما نقلوا السمك. هنا الميه غليت. هنسقط بقى الرز كده اهو. بسم الله. هنديله بقى تقلبتين حلوين كده وهنغطيه ونسيبه بقى يستوي. قلينا شويه من السمك اهو بالتتبيله طبعا الحلوه اللي انا وريتها لكم. وكمان هنحط عليه شويه خلصنا السمك كله اهو، وحطينا كده يعني كام شريحة ليمون كده وكام قرن فلفل، وخلاص كده خلصنا الاكل. هنغرفه بقى الرز واصور لكم في الاخر. ادي كده كمان خلصنا الرز اهو. بس الرز جميل ازاي بالبصل والجزر. وادي المسقعه بتاعتنا اللي عملناها، وادي السمك المكرونه اهو، ودي كده سلطه بطاطس. بصوا بقى ناخده بقى، بصوا المسقعه بقى كده. مش هنعمله بقى زي امينه شلبايه لما بتقعد تعمل لنا بالشوكه والسكينه المسقعه، لا طبعا احنا دي ناكلوها عادي كده. ناخدوها بس كده من الصينيه. هنحطه يعني حته كده في الطبق اهو. خدي بقى في الطبق بتاعك كده وكلي بقى زي ما انت عايزه بالعيش كده. شايفين فص السمك ابيض وجميل ازاي، والثوم اللي احنا حطيناه طعمه في منتهى الجمال. الفص حلو قوي اهو. نحطه بقى كده على الرز وناكلوه. اتفضلوا غدا معانا بقى. يا رب غدوة النهارده تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. واللي لسه مشتركش في قناتي يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي.
وما تنسوش اللايك. مع السلامة.